السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. على فين يا فخم؟ ايه؟ ايه يعني؟ اوعى يكون اللي في بالي صحيح يا فخم. تصدق انت ابن حلال واللي في بالك صحيح. انا ممكن اطلع انام ولا عند حضرتك مانع يا فخم؟ اه طبعا عندي مانع، انا ما بحبش انام وحد اعلى مني. ما بحبش انام وحاسس ان في حد بيراقبني. لا 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 خالص. انا لما بنام قتيل جثه، ولا بتقلب يمين ولا شمال. وبالنسبه للشخير هتسمع عصفوره. برضه لا، شوف لك مكان تاني. ما هو بصراحه ما انا مش شايف اي مكان تاني فاضي غير ده. هو ده فاضي؟ ليه؟ مش شايف اللي نايم عليه؟ ايه ما بتشوفش؟ شايف ولا مش شايف؟ بصراحه مش شايف. ده انت كده بقى لازم تكشف نظر، واحنا لا مؤاخذه هنا ما بنحبش عديم النظر. ماشي؟ يا عسكري يا شويش. خير على المسك. شوقي بيه موصي عليه وبيقول لك خلي بالك منه. هو قال لك كده بذات نفسه؟ شوقي ابو الشوق حبيبي، يا ده وحشني جدا. بلغه سلاماتي وتحياتي وقول له بقى يبقى يجي يقعد معانا هنا شويه نتسامر. حاضر. الله يخليك. ده انت ربنا رحمك. الحمد لله. انا عايزك تقول لي حاجه. ايه؟ انت تعرف شوقي بيه من امتى؟ لا ده من زمان، من صغرنا كنا بنلعب مع بعض كروكيه في النادي. كورو ايه؟ لا مش كروكيه، كروكيه. انا بقى كنت متصيد في النادي، بغلبه بقى هو وفريد عبد السلام وكله طاقم النادي. اي حد ينزل قدامي في الكروكيه ابهدله في البولينج. انت مش عارفني، المهم انت بقى تعرفه منين؟ لا ده انا دراعه اليمين في الشغلانه. دراعه اليمين وهو عايش بدراع واحد؟ يا فندم ما شكلك تعبان. اه اطلع يا فخم. انا ممكن انام هنا على الارض عشان مش عايز ازعج حضرتك يا فخم. لا تزعجني ايه بقى، انت طلعت تبع الراجل الكبير واحنا ما نقدرش على الراجل الكبير. اطلع يا فخم. اعتبرني طلعت يا رخم. عيطي يا بنت، البلد بقت قاسية علينا قوي، لا فيها لا دين ولا رحمة. هو الغلبان ما يتهلكش يترمي في الشارع ليه؟ ده احنا كلنا روح خلقها ربنا. خلاص خلاص بقى يا نادية. لا يا اخويا مش خلاص، الناس كلها لازم تعرف. سيبها يا عم ابو ضيف، ده الضنا غالي، حسبي الله ونعم الوكيل. منهم لله البعدة. ايه الاخبار يا دكتور؟ ده كان هيموت، ده خروجه من الانعاش يعتبر جريمه. والله جريمة. ربنا ينتقم منهم. دي حضرتك تنزلي من هنا تبلغي عن المستشفى اللي عملت كده. وعلى فكره ابن حضرتك اتعرض لضرب مبرح وانا لازم ابلغ الشرطه. المستشفى بلغت وعملت محضر يا اخويا وخدوا اقوالنا كلنا. لو مش مصدق اجيبهولك معايا وانا جايه بكره عشان تتاكد. طيب يا ستي حضرتك تنزلي دلوقتي الحسابات عشان تدفعي الحساب. ان شاء الله المبلغ مش هيكون كبير، ولو المبلغ مش متوفر بلغيني وانا هتصرف. يسرك ربنا دنيا واخره. بعد اذنكم. مع السلامه. هتعملي ايه يا نادية؟ هعمل ايه؟ هسيبه في المستشفى طبعا، يمكن ربنا ينفخ في صورته وينطق، بس محدش يعرف خالص ان هو هنا. يخليكي ليا يا جليله. تشكريني على ايه يا خالتي؟ هو احنا في بينا الكلام ده؟ انت بس تقولي يا جليله، هتلاقيني قدامك في اي وقت وفي اي مكان، ما انت عارفه غلاوتك. وماهر؟ مفيش داعي لسيره الموضوع ده، خلينا في الموقف الصعب اللي احنا فيه. وبعدين هو انت ايه وماهر ايه؟ ما انتوا الاتنين واحد. تعالى يا خايب، شوف بنات الاصول بيقولوا ايه. مش بنت الشبشب اللي انت جايبها. لو سبتي يلا بينا يا اختي. يلا يا حبيبتي يلا. يا حاجه. حاجة ايه؟ قولي يا مدام. نعم. حضرتك مشيتي بسرعه ليه؟ في ورق لازم تمضيه. ورق ايه؟ انا ما مضيش يا اختي على حاجه. ما تقلقيش، وفي مبلغ صغير لازم تدفعيه. ممكن تتفضلي معايا دقيقه الحسابات؟ اتفضلي. تعال. تعالى يا عم ابو ضيف تعالى. دي الدنيا طلعت وحشه قوي يا عم ابو ضيف. لا 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 لا، مين قال كده؟ الدنيا حلوة وتتحب والواحد لازم يعيشها. اللي الواحد بيشوفه يا عم ابو ضيف يخلي الدنيا تسود في عينيه. عارفة الواحد مننا يعمل ايه؟ ايه؟ يعيش، بس يتعلم ازاي يعرف يعيش وما يخافش من حاجة ابدا، ويبقى متأكد ان بكرة
هيبقى احسن من امبارح 100 مره. انا كان عندي ورشه، اكبر ورشه فيك يا مصر. عارفه كانوا بيقولوا عليا ايه؟ ايه؟ كانوا بيقولوا عليا الدكتور. كنت اقول لنفسي انا لو سافرت بره في اي دوله اجنبيه هيبقى عندي فلوس كتيره بالملايين. بس يا خساره معرفتش احافظ على اللي عندي ولا سافرت بره. لقيت نفسي مش طايق الشغلانه، وشويه وشويه لقيت الزباين بتبعد عني. بقيت اشتغل بس كده اي حاجه اقضي اليوم. هربت الزباين مني خلاص. كبرت وخسرت. لا عملت اللي انا عاوزه هنا ولا سافرت بره. عارفه ليه؟ ليه يا عم ابو ضيف؟ كنت حاسس ان انا اكبر من اللي انا بعمله ده، وكبرت وخسرت. بعت الورشة وقلت احط فلوسها في البنك، واللي بيطلع منه على المعاش اهو يا دوب اقدر اعيش بيه. انت لازم تعيشي وتحبي الدنيا وتتحملي وما تخافيش من اي حاجة ابدا، واوعي تستسلمي لاي حاجة، فاهمة؟ هحاول يا عم ابو ضيف. الحقوني، عايزين فلوس تحت الحساب. طيب ساعة واحدة بس والمبلغ يكون موجود. يعني انا ممكن اخرج منها بسهوله؟ اه طبعا، انت مش طرف رئيسي في القضيه، انت مش صاحب العقار. لا لا بالراحه بس، انا عايز افهم الحته دي. صاحب العقار هو المسؤول مسؤوليه كامله عن اي شيء داخل العقار، وانت بالنسبه له مجرد حارس، يعني اجير بتشتغل بلقمتك. ما انتش صاحب العقار وما انتش مسؤول عن نشاطه اذا كان نشاط مشبوه ولا مش مشبوه. يا عمنا انا لو قلت الكلام ده ابقى لبست شوقي بيه في الحيطه. مين اللي قال لك كده؟ مش هتلبسه ولا حاجه. لا افهم بقى. شوقي بيه ده مش اشترى العقار ده من حد كان ساكن فيه قبليه؟ ايوه. قشطه. اشتراه من قد ايه؟ يعني اسبوعين 3 تقريبا. حلو قوي، يبقى كل القضيه دي في الجلاش والراجل ده يطلع براءه. ازاي بقى؟ ازاي؟ يعني شوقي بيه اشترى البيت ده بحسن نيه على اساس ان الراجل ياخد كل متعلقاته وشوقي بيه ياخد البيت بعد كده. ماشي؟ ماشي. من حق شوقي بيه بقى ان هو يتردد على العقار بصفه الشاري الجديد، لكن كل المنقولات والاشياء اللي داخل العقار تخص السكن القديم. صح ولا غلط؟ عليا النعمه صح الصح. 10 على 10. تشرب شاي؟ هو هنا في شاي؟